قلبي يقولولك قال اوعي تكنسي ولا تمسحي ولا تروقي بالليل، لان ده هيجيبلك النكد والمشاكل وضيق الرزق كمان. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قولولي بقى ايه رأيكم انتوا في الكلام دوت؟ انا من رأيي بصراحة ان كل الكلام ده تخاريف، لاني مفيش ابدا حاجة هتضيق الرزق ولا هتعمل نكد ولا اي حاجة هتبقى من انفسنا احنا. وربنا سبحانه قال وربنا سبحانه وتعالى قال وما عليك بسلطان، يعني مفيش ابدا اي حد هيتحكم في رزقنا، لان رزقنا ده مقدر عند ربنا وعند اللي خلقنا. لكن بقى تقوليلي اوعي تكركبي ولا تعملي كركبة بالليل ولا تمسحي ولا تروقي، انا مش مع الكلام ده خالص. طبعا دلوقتي انا متعودة ان انا ايه بعمل بمسح الشقة وبروقها وبنضفها كل يوم خميس، يبقى صبح عليا كده الجمعة، تبقى صلاة الجمعة كده تيجي عليا والدنيا نظيفة. ليه بقى بحس كده ان الملايكة بتزور المكان النظيف، وطبعا الشياطين بتمشي من المكان النظيف، يبقى العكس تماما. يبقى انا لو ممسح واروق واكنس، يبقى كده انا بطفش ايه الشياطين، وبدخل بيتي ايه الملايكة. يبقى انا بالعكس تماما مع المقولة اللي بتقول اوعي تكنسي وتروقي، علشان ايه انت كده بتقلقيهم وهيحصل مشاكل. بصوا يا حبايب قلبي، انا عندي كان كوم مواعين والدنيا مكركبة والدنيا زيطة على الآخر وأعزكم الله. بصوا الزبالة مرمية على الأرض وطبعا كان يوم طويل، يوم الخميس احنا متعودين طبعا في الأماكن الشعبية ان احنا يوم الخميس دوت بنحتفل وبنطبخ وبنعمل أكلة حلوة، عشان كده صبح تاني يوم الجمعة نبقى كده ايه بقى في صلاة الجمعة كده نبقى مهيصين فطبعا انا ايه بصراحة ما هنش عليا ابدا ان انا انام وتصبح عليا الجمعة والشقة بالمنظر دوت. ليه بقى؟ لان انا يعني النهاردة كان عندي بعد ما خلصت كده الغدا واتغدينا وخلصنا جالي مشوار مفاجئ، فخرجنا كلنا رحنا المشوار ورجعنا متأخر. رجعنا يعني على الساعة واحدة كده، واحدة ونص اتنين، يعني في الحدود ديت. فطبعا ايه بصيت كده ببقى على منظر الشقة ومنظر المطبخ، اتخضيت قلت لا يا نهار ابيض، ده بكرة الجمعة، وانا متعودة ان يصبح عليا كده يوم الجمعة الدنيا كلها تبقى نظيفة ورايقة والمكان ريحه خفيف وحلو علشان الملايكة تزورنا وتبقى كده مشرفانا في المكان. اما تقولي لي بقى لا ما تكنسيش لا ما تعمليش عشان انت كده بتقلقيهم، طب ما انا عايزه اقلقهم اصلا، طب ما انا عايزه اطفشهم اصلا. فانا دلوقتي يا حبايب قلبي، انا دلوقتي همسح واحط في الميه بتاعه المسح ايه شويه ملح، يبقى انا كده هطفشهم بقى للاخر. فانتوا معايا في الرأي دوت ولا ضدي؟ اللي معايا في الرأي دوت يقول لي في التعليقات، وعلشان وتشاركوني كده رأيكم ونبقى بنشارك كده بعض في الآراء. لأن في ناس بتعتقد جدا في الكلام دوت على قديمه، يعني زي ما بيقولوا على قديمه. يعني في ناس بتعتقد فعلا في الكلام ده. فأنا بالنسبة لي مش كل الكلام اللي كان بيتقال زمان صدق، لأن كان فيه تخاريف كتير. زي مثلا هضرب لكم مثل، يعني مثلا كانت تقولك ايه اوعي تخطي على عيل صغير لحسن هيتعمي، اوعي تدخلي مش عارفة على الوالدة بايه لحسن تتشاهر ولبنها يقطع، اوعي مش عارفة حد حالق يدخل على لسه والدة، او يعني حاجات كده تحسوها كده مش منطقية وتخاريف من الاخر. وفي حاجات كانت بتبقى فعلا صدق، بس اكترية الحاجات اللي هي خزعبلات دي كانت فعلا انا بعتقد ان هي مش حقيقية. لا انا عندي امسح بالليل امسح الصبح، بس المهم ان انا انضف المكان، لان الملايكة بتزور المكان النظيف، والعكس صحيح، الشياطين بتمشي لما بتنضفي، وخاصة كمان لما تحطي شوية ملح. ليه بقى حكاية الملح دي بقى مش تخاريف؟ ليه؟ لان الملح بيدي طاقة سلبية ليهم وطاقة ايجابية لينا، يعني بيدي الشياطين طاقة سلبية وبيدينا احنا طاقة ايجابية. فالملح حلو لما تحط ملح في المية. وتقري قرآن طبعا وتشغل القرآن كده ساعة صلاة الجمعة،
وطبعا اي حاجة وحشة بتبقى من انفسنا، يعني النكد بيجي مننا احنا. يعني ما نقعدش بقى ننكد على بعض ونقول ايه اصل انا روقت بالليل، اصل انا كنست وما تفتش على المقشة وحاجات اللي احنا عارفينها دي كلها. فطبعا يا حبايبي والله النظافة حلوة في اي وقت. انا من رأيي الشخصي ان النظافة حلوة في اي وقت. انا آم، اكنس بالليل، يصبح عليا كده الصبح الدنيا رايقة وحلوة، ولا اقول اقلقهم وما اقلقهمش. دي حاجة ودي حاجة. طيب بصوا انا هحكي لكم موقف وانتوا احكموا بقى اذا كانت دي تخاريف ولا مش تخاريف. انا اول ما اتجوزت كنت طبعا انا قاعدة في بيت عيلة، فكانت حماتي طبعا من الناس بتوع زمان. فطبعا هي كان عندها اعتقاد كده، اعتقاد قوي جدا ان ايه الواحدة لو خطت على العيل يحصل له مكروه لا قدر الله. فانا كنت عروسة جديدة وكنت متسبحة ومتشاهدة على نفسي، والكلام اللي انتوا عارفينه دوت ان احنا لازم لما بنتسبح بنتشاهد وكده، ومتوضية وكل حاجة. فايه فجأة انا ماشية كده جنب بنتها، كانت لسه طفلة صغيرة، ولقيتها اتفزعت فجأة وقالت لي اوعي تخطي عليها اوعي. قلت لها في ايه في ايه في ايه بالراحة في ايه. راحت قالت لي لا انت عاوزة تعميها ومش عارفه ايه والكلام ده. قلت لها ازاي الكلام دوت يعني. فقالت لي ده ايه لو خطيتي على العيل يحصل كذا كذا كذا. فقلت لها بالعقل كده، يعني بالعقل، يعني حتى يعني لو اضعف الايمان اللي انت بتقولي عليه دوت، لو انا مثلا مش طاهره، يعني لو انت الكلام اللي انت بتحكي فيه ده حقيقي مثلا، يبقى انا مثلا مش طاهره، لكن انا طاهره ومتشاهده ومتوضيه وكل حاجه. قالت لي وانا ايش ضمني بقى. قلت لها بصي عامه كل الكلام ده اصلا تخاريف، مفيش الكلام ده اصلا، ولا واحده تشهر الوالده، ولا وتخطش على مش عارفه ايه، ولا الكلام ده كله هجس اصلا، ومفيش الكلام ده. وطبعا ساعتها اتحرق دم جامد قوي قوي قوي، واتضايقت واتعصبت. فعلشان كده انا بقول لكم يا ولاد، يعني في كده معتقدات من ايام زمان كانت خاطئه، ولازم طبعا نتخلص من الكلام ده. مش معقول احنا هنفضل نتكلم في الكلام ده. وطبعا الواحد يستفتي قلبه في الاول وفي الاخر. انا من النوع اللي بستفتي قلبي. ملايكة ادخل الملايكة المكان احسن، هقلقهم انا عايزة اقلقهم يلا واطفشهم كمان، وادخل الملايكة بيتي بالنظافة والطهارة وقراية وذكر الله وقراية القرآن، ونشكر ربنا ونحمده في كل وقت على السراء والضراء. نذكر الله في أي وقت كده، ونصلي على الحبيب، على المصطفى الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك عليه. دي كده كل الحاجات دي تدينا طاقة إيجابية، تدينا طاقة إيجابية كده طول اليوم. لكن تقولي لي اوعي تكنسي لحسن تقلقيهم، طب ما اقلقهم يا ستي، انت زعلانة ليه؟ المهم، انا قصدي في الموضوع كله ان انا رايي الشخصي ده رايي الشخصي. على فكره في ناس لسه مصممه ومعتقده في الكلام دوت، دي برضه حريه شخصيه. انا بصراحه ما قدرتش انام ولا طقت انام ابدا، والشقه كانت متبهدله البهدله ديت، لاني انا كنت طبعا في اعتقادي ان انا همسح، هلحق يعني امسح قبل ما يليل يليل عليا، وكنت همسح وكده، ويعني مش في حاجه في دماغي ان انا مثلا ايه عشان كده ولا كده، لا. بس انا كنت بمسح يعني المغربيه كده، وتاني يوم تصبح صلاة الجمعة بقى كده تيجي عليا والدنيا ايه نضيفة وحلوة. بس اللي حصل ان انا اتأخرت، فقلت لا هعمل يعني هعمل، ماليش دعوة بقى. انا هنضف الدنيا، يعني هنضف الدنيا. وقد كان فعلا، ومسحت وروقت وكنست ومسحت وعملت كل حاجة، حتى الحمام عملت، ودخلنا برضو خدنا دش وكل حاجة. يعني بصي كل حاجة بإيد ربنا في الأول وفي الآخر. وبس أنا يعني إيه بعقلها كده بعقلي. أنا لما أنضف، هل أنا كده هقلق يعني هزعل الملايكة ولا أزعلهم هما؟ لا، مش هقدر أزعل الملايكة، لا أزعلهم هم. وفي الأول وفي الآخر والله، واحنا لينا العالم بتاعنا وهم ليهم العالم بتاعهم. أنا على اعتقادي طول ما انتي مطهرة المكان وفي قرآن وفي ذكر وفي كل حاجة،
كل الشياطين تبعد عنك، والملايكة هي اللي تقرب منك، وربنا يا رب يقرب الملايكة مننا. وطبعا زي ما احنا شايفين انا بقى حطيت كل همي كده في الشقة، وقعدت بقى امسح هنا وامسح هنا وامسح هنا، ومسحت بملح، وطبعا شغلت قرآن وكل الكلام ده. وانا قاعده دلوقتي والله بسجل لكم الفيديو بعد ما خلصت وخليت الدنيا كده زي الفل حواليا، وقلت بقى ايه اقعد بقى كده ايه بعد طبعا بقى ايه ما خدنا الدش انا وبنت حبيبه بنتي. انا بقى خلصت يعني، انا مثلا ايه مسحت وروقت، وهي صبنت لي المواعين، ربنا يبارك لي فيها يا رب. حبيبتي حبيبه قلبي بوبوسيه حبيبه قلبي، بقت عروسه يا اخواتي، اللهم صل على النبي، الله اكبر. فبصوا بقى دخلت بقى على اوضه النوم، طبعا انا السرير بتاعي مكسور وحطيت المراتب على الارض زي ما انتم شايفين، بس مش مشكله والله يعني، على الارض على السرير، المهم ان هي في مراتب يعني، والحمد لله. الحمد لله على كل حال. بس فقلت بقى اشيل كده الملايات واغير الملايات كده وايه، والمراتب كنت عايزه اقول لكم ايه، اهم حاجه قبل ما الواحد ما يمسح ولا يعمل اي حاجه يغير الملايات. خليكم شاطرين كده يا بنات وكده، اعملوا كده زي كده ونضفوا وروقوا، ما يهمكوش من اي حاجه. زي ما انتم شايفين بقى. وعايزه اقول لكم بقى يا بنات ان كل اللي بيتقال دوت معلومات خاطئه، لان انت عايزه مثلا رزقك يزيد نضفي، عايزه تمنعي النكد نضفي، عايزه تعملي يعني عايزه حياتك تبقى سعيده نضفي. النظافه بتديكي راحه بال وراحه نفسيه غريبه جدا فعلا والله، زي ما بقول لكم يا ولاد. اما المطبخ بيكون مكركب كده والحلل فوق بعضيها وكركبه، وهنا مثلا في ورق وهنا لا، اما كل ده بيتشال بتلاقي كده ايه الراحه جت. اسمعي مني وخدي مني، الراحه تيجي منين؟ من النظافه. الراحه النفسيه تيجي منين؟ من النظافه. هتكركبي هيجي النكد بالليل بقى، الصبح مش فارقه يعني، بالليل الصبح ان مش فارقه والله خالص، المهم ان انت تنضفي. ليه؟ هترتاحي نفسيا. بصوا الفرق، بسم الله ما شاء الله، الفرق واضح والله، بسم الله ما شاء الله. النظافه حلوه، بتتكلم عن روحها. بصوا المطبخ كان عامل ازاي، بصوا اللهم صل على النبي. بصوا دلوقتي الله اكبر الله، مع اني مطبخي بسيط والله وصغنن، بس النظافه بتفرق.